بال100 جنيه دي المفروض اعيش اسبوع. هات لي ب5 جنيه طعميه. تجربة من أصعب التجارب اللي هعملها. والغدا النهاردة هيبقى اندومي. أنا اخترت أرخص حاجة، إن أنا أخلي ال100 جنيه دي تكفيني أسبوع. وبعد كل التخطيط والحسابات لقيت إنها تجربة مستحيلة، لكن هحاول وأشوف هكمل بيها لحد فين. فضيت المحفظة من أي فلوس معايا وهخلي فيها 100 جنيه بس. فكرت في حاجتين ممكن يساعدوني إن أكمل. أول حاجة إن هلغي وجبة. المفروض إن إحنا بناكل 3 وجبات في اليوم، فأنا هاكل مرتين بس. الحاجة التانية هأخر الفطار، علشان لو فطرت بدري مش هقدر اكمل اليوم بوجبتين بس. النهارده اول يوم في التحدي وده فطار اول يوم، والساعه دلوقتي 3 ل 5. الفطار بتاع النهارده هيبقى طعميه. اخترت اول يوم هفطر طعميه، والطعميه الاكله الشعبيه رقم 1 في مصر، ومن ضمن الاسباب في كده ان سعرها رخيص. الفطار ده كله كلفني 9 جنيه. يلا بسم الله. وطبعا هعتمد في كل وجبه على صنف واحد بس، لاني لو هاكل اكتر من صنف هتبقى رفاهيه والميزانيه مش هتسمح. كده صرفت في الفطار 9 جنيه وباقي معايا 91 جنيه. وشرط اساسي في التحدي، ممنوع الاكل يتكرر، يعني اي حاجه هاكلها مره ما ينفعش اكلها تاني. الساعة دلوقتي 9 وده غدا أول يوم. رحت أجيب حاجة علشان أتغدى بيها وتكون رخيصة، ما لقيتش غير الاندومي حبيب الملايين اللي بينقذنا في المواقف الصعبة. والغدا ده كلفني 10 جنيه. أنا كده صرفت 19 جنيه في أول يوم وباقي معايا 81 جنيه. وبعد ما صرفت 19 جنيه في أول يوم وباقي معايا 81 جنيه، أنا أصلا حاسس إن أنا ماكلتش، يعني مش عارف أكمل باقي الأيام إزاي. الله المستعان. أخيرا فطار تاني يوم، والفطار النهاردة فول وعيش. ضفت على الفول طماطم وفلفل علشان يزود معايا، وجبت ب10 جنيه طماطم وفلفل ولسه باقي منهم فهستخدمهم في باقي التحدي. الفطار ده كلفني ب5 جنيه فول و3 جنيه عيش. يلا بسم الله. يعني كده صرفت 18 جنيه و19 قبل كده، يبقى باقي معايا 63 جنيه ولسه الغدا. 3 حاجات خلوا التحدي صعب جدا. المبلغ بسيط والوقت طويل وما ينفعش تكرر الاكل. دلوقتي ميعاد الغدا في تاني يوم، الساعه دلوقتي 10، ومش هينفع في التجربه دي نفوت الكشري، تاني اكبر اكله شعبيه في مصر. العلبه دي ثمنها 20 جنيه. مش كده يا جماعه؟ انا مصدوم، انا صرفت لحد دلوقتي 57 جنيه. انا باكل ومش عارف اكمل الاسبوع ازاي، ربنا يستر. عارفين ايه اكتر حاجه ضايقتني وانا بعمل التجربه دي؟ ان في ناس عايشه كده فعلا، وفي ناس عايشه اقل من كده كمان. الله يكون في عون الغلابه. الله يكون في عون الغلابه. الناس المحترمة اللي بتتفرج على الفيديو، شوية تقدير لو سمحتوا، لايك، كومنت، اشتراك. انا بتعب جدا في الفيديوهات، فتقديرا منك اعمل لايك واشترك في القناة، ولو تعليق لذيذ منك يبقى تمام. معلش فصلتك بس كان لازم افكرك. يلا نكمل الفيديو. طبعا مفيش تمارين ولا رياضة، لان لو عملت كده هجوع اكتر وهضطر اكل تاني. النهاردة تالت يوم وده وقت الفطار، وفطار النهاردة بيضتين مسلوقين ورغيفين عيش. البيض ميزته ان فيه بروتين وكان ضروري بالنسبة لي، والبيضة ب5 جنيه فجبت 2. والفطار ده كلفني 13 جنيه. كده صرفت في الفطار 13 جنيه وباقي معايا 30 جنيه. طبعا الموضوع بقى اصعب، ال30 جنيه مش هيعملوا حاجة، والنهاردة تالت يوم ولسه اليوم ما خلصش، بس هشوف هقدر اكمل بيهم لحد فين. ده ميعاد الغدا في تالت يوم. فكرت اعمل حاجة مختلفة، فجبت حبايتين بطاطس ب5 جنيه وعملت عليهم طماطم وفلفل من اللي كانوا عندي، وعملت بطاطس مكمورة. والغدا النهاردة زي ما شفتوا بطاطس مكمورة. البطاطس دي هنقول عليها بطاطس مهروسة عادي، بس هي بتستوي منها فيها، يعني هي طريقة كده فاسمها بطاطس مكمورة، بتتعمل بالطماطم. الاكل ده كلفني 8 جنيه. بسم الله. كده اليوم التالت خلص وباقي معايا كله 22 جنيه. امي الله يبارك لها كلمتني علشان اروح اتغدى، وعامله اكله من اكتر الاكلات اللي بحبها، رز وفاصوليا ولحم، لكن للاسف مش هعرف اكلها. النهارده رابع يوم وده وقت الفطار. الفطار مسقعه وعيش. جبت ب5 جنيه مسقعه ورغيفين عيش ب3 جنيه. الفطار ده كلفني 8 جنيه. كده كل المصاريف اللي صرفتها 86 جنيه. انا كده شكلي هصوم بقيه الايام. كده بعد فطار اليوم الرابع يبقى باقي معايا 14 جنيه وده وقت الغدا. الغدا النهارده هيبقى شكشوكه. كان باقي حبايتين طماطم وقرنين فلفل، عملتهم على بيضتين وعملت شكشوكه، والاكل ده كلفني 13 جنيه. طبعا انا ما بحسبش الطماطم لان انا حسبتها قبل كده، انا كنت جايب ب 10 جنيه طماطم وفلفل، فدي اتحسبت على بعضها كده. كده صرفت كله 99 جنيه
وباقي معايا جنيه، وال100 جنيه ما كفتش غير 4 ايام بالعافيه. والتجربه على قد ما هي صعبه بس علمتني قد ايه احنا عايشين في نعمه لازم نحمد ربنا عليها. في حاجه ما اتكلمتش عنها وهي المشاريب. انا من عادتي بشرب قهوه على طول. في ال4 ايام دول تقريبا كنت بشرب كل يوم كوبايه شاي بدل القهوه، بس ما كنتش عارف احسبها ازاي، بس كان ضروري اشرب شاي علشان كنت بصدع، واللي متعود يشرب قهوه او شاي هيعرف الكلام ده كويس. الفيديو ده كان عباره عن تحدي. علشان تقسم ال100 جنيه على 7 ايام لازم تصرف في اليوم 14 جنيه وربع، وفي التحدي اقل يوم صرفت فيه 19 جنيه. والمشكله كمان ان الاكل ما بيتكررش، وده دخلني في تحدي اكبر، ان ازاي هنوع في الاكل وفي نفس الوقت يكون رخيص. وحتى لو الاكل بيتكرر عادي وهاكل كل يوم زي اقل يوم انا اكلت فيه طعميه واندومي، برضو ال100 جنيه مش هتكفي ال7 ايام. وكمان هيبقى الموضوع مضر جدا ان انا اكل نفس الاكل لمده 7 ايام، لان مش هيبقى فيه العناصر الغذائيه الكافيه اللي الجسم محتاجها. يعني تخيل حاجات بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا، وهي ان احنا بناكل. ايا كان اللي بتاكله فقول الحمد لله، لان ده فضل ونعمه من عند ربنا. انا كده في التحدي اكلت اول يوم في الفطار طعميه وفي الغدا اندومي وصرفت 19 جنيه، وتاني يوم في الفطار فول وفي الغدا كشري وصرفت 28 جنيه، وتالت يوم في الفطار بيض مسلوق وفي الغدا بطاطس مكمورة وصرفت 21 جنيه، ورابع يوم اكلت في الفطار مسقعة وفي الغدا شكشوكة وصرفت 21 جنيه، وطبعا جبت ب10 جنيه طماطم وفلفل، فكده كل اللي صرفته 99 جنيه وباقي معايا جنيه. عايز اقول لك حتى ال4 ايام صعبة. في الطبيعي الواحد بيصرف في اليوم اكتر من كده بكتير، وده العادي على فكرة مش تبذير. بصوا يا جماعة، انا عندي كمية افكار بسم الله ما شاء الله رهيبة، يعني حاجة كده فوق الخيال. انا مجهز كمية افكار رهيبة، بس للأسف مش عارف أبدأ فيها بسبب قلة التفاعل. النقطة دي أنا عارف إن في ناس هتسكيب، بس احتراما وتقديرا للتعب والمجهود اللي الواحد بيعمله قدر المحتوى بإنك تعمل لايك أو شير علشان أقدر أكمل. دلوقتي أنا مجهز أفكار كتير جدا بس خايف أعملها، والسبب في كده نقطتين. النقطة الأولى قلة التفاعل، والنقطة التانية إن الأفكار دي مكلفة وهتاخد وقت، فأنا خايف أبدأ فيها أصلا، علشان كل الموضوع إن أنا محتاج تقدير من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، ان انت لما تشوف الفيديو اثبت حضورك بلايك او كومنت واشترك في القناة. انا ساعتها هتشجع فعلا وهحس ان في ناس مهتمة باللي انا بعمله. عايز التزم بجدول زمني معاكم بس مش عارف بسبب قلة التفاعل. في نقطة يا جماعة مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، انا شغال لوحدي، انا بعمل كل حاجة حرفيا لوحدي، بس عايز اطور من نفسي واشتغل على نفسي اكتر واطور من المحتوى، وده مش هقدر اعمله غير لما احس ان في تفاعل والناس مهتمة بالمحتوى، علشان اقدر اطلع بالمحتوى لليفل تاني علشان اقدم لكم حاجة تليق بيكم. انا لحد الان لسه ما بدأتش في الحاجات اللي انا عايز اعملها بس. وفي نهاية الفيديو طبعا هقول الكلام تاني، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير.